وجاء مقدما ومواسيا آل الغرام للكرام في ليلة تكريم هذه الراحلة الكريمة التي رحلت إلى جوار ربها من غير سابق موعد، ولكن هذه هي إرادة الله في الخلائق. فأسأل ربي جل في علياه أن يتقبلها في الصالحين، وأن يثبتها عند السؤال، وأن يجعلها برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، وأن يلهم آلها وزويها صبرا وصلوانا. هو ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء القرآني وقد أتينا بدعوة كريمة طيبة من آل الغرام للكرام، ومن زوج الراحلة الكريمة سيادة المهندس ممدوح الغرابي، وأبناء الراحلة الكريمة أستاذ شحنة ممدوح الغرابي، أستاذ أحمد ممدوح الغرابي، أستاذ محمود ممدوح الغرابي. وكذلك أيضا أتينا مشاركين العزاء لإخوتها وأشقائها الكرام، الوالد الكريم الحاج السيد إبراهيم الغرابي، أستاذ محمد إبراهيم الغرابي، أستاذ عبده إبراهيم الغرابي، الحاج محمود إبراهيم الغرابي، أستاذ أحمد إبراهيم الغرابي. ونشارك العزاء أيضا إلى الأخ الحبيب الموقر صاحب الخلق والأدب معالي الدكتور هيثم الغرابي. وكذلك أيضا مشاركين لشيخنا وعالمنا الجليل والمربي الفاضل بالأزهر الشريف بالشرقية فضيلة الشيخ إمام أمين إمام، والمعلم سمارة الغرابي، والحج رمضان الغرابي، الحج شحاتة الغرابي. وكذلك أيضا مشاركين عائلات أبو خليل الكرام، ومشاركين الوالد الكريم الحج فؤاد عبد الصمد، والأخوين الكريمين الحبيبين أستاذ السيد عبد الصمد وشقيقه الحبيب الحج وائل عبد الصمد، ولأبناء راحلنا الحج حسيني قطب سالم، وأبناء راحلنا الحج سلامة قطب سالم، وجميع العائلات والأسر الذين يرتبطون نسبا وقرابة بآل الغرام للكرام وفي ربوع أنحاء مصر، يشكرون لكل من شرفنا بالعزاء. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد شرفت هذه الليلة المباركة بعلمين من أعلام التلاوة بدولة التلاوة المصرية. يصحبني في هذا اللقاء القرآني المرتقب فضيلة القارئ الحبيب الشيخ علاء السيد البنا، وفضيلة القارئ وابن القارئ الدكتور محمد صبحي حسين. أسأل الله لهما التوفيق والقبول والسداد في هذا اللقاء، ولجميع فريق العمل هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وكما قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وهو القرآن الكريم. وكما قال حضرة النبي الكريم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية عطرة مباركة نستهل بها هذا اللقاء الطيب المبارك، يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، القارئ وابن القارئ وقارئ الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق، فضيلة القارئ الدكتور محمد صبحي حسين. أدعو فضيلته الآن إلى منصة التلاوة، يتفضل مشكورا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من ومن حيث خرجت
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني فلا ولأتم نعمتي عليكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا صدق الله العظيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
وبشر الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبشر الصابرين الذين إذا
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبشر صدق الله العظيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم
فمن حج البيت أو الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من فمن حج البيت أو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.
هنيئا لمن ابتلي فصبر على قضاء الله وقدره ورضي وكان حامدا وشاكرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنيئا للصابرين المحتسبين الراضين بقضاء الله رب العالمين. هؤلاء بشرهم رب العزة والجلال قائلا: من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي أدخلته تحت سمائي وأدخلته الجنة بغير حساب. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين عند السراء ومن الصابرين عند البلاء والضراء. هو ولي ذلك والقادر عليه. وها هو أحد العارفين يقول هذه الكلمات: فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، ولا خير في من كان لله عاصيا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الختام وشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. هو ولي ذلك والقادر عليه. استمعنا إلى هذه الآيات البينات الواضحات والتي تلاها علينا القارئ الكريم من آيات سورة البقرة، وهذه هي سورة مباركة قال عن فضلها حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالزهراوان البقرة وآل عمران ففيهما الخير كله. شاكرا لفضيلة القارئ الدكتور محمد صبحي حسين قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق. وأسأل الله جل في علياه أن يبارك في قارئنا وفي كل أهل القرآن. هو ولي ذلك والقادر عليه. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لعميد الهندسة الإذاعية المتميزة والمصنفة عالميا في عالم الصوتيات أبناء راحلنا الحاج محمد عبد العال بكفر حمودة. كذلك أيضا يمتد شكرنا وتقديرنا لعميد مقاول الفراشات في الجمهورية وصاحب هذا السرادق والصرح المقام المعلم كريم سمارة الغرابي والمقيم بني عامر. كذلك أيضا يمتد الشكر والتقدير إلى صاحب الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل العالمية المهندس السيد أمين أبو شمس والمقيم ببني عامر أيضا. وكذلك يمتد الشكر والتقدير إلى صاحب خدمات الضيافة الفندقية المميزة والمتنقلة في أنحاء الجمهورية المتر أحمد أبو هاشم صيام بني عامر
وكذلك أيضا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمصورنا في هذا اللقاء القرآني ومخرج هذا اللقاء عبر أسير شبكات الإنترنت العالمية المهندس أشرف إبراهيم المهداوي والمقيم ببني عامر مركز الزقازيق. إخوتنا إخوة الإيمان، وها هي الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة آل الغرابل الكرام يتقدمون لحضراتكم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل الوفد الذين جاءوا مشاركين لهم العزاء. وهؤلاء قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه في مصيبته كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. أحبتنا الكرام، باسم عائلات الغرابل الكرام وعائلات أبو خليل نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير نيابة عن زوج الراحلة الكريمة سيادة المهندس ممدوح الغرابي وأبنائها الأستاذ شحتة ممدوح الغرابي، أستاذ أحمد ممدوح الغرابي، أستاذ محمود ممدوح الغرابي، وكذلك أيضا باسم إخوتها الكرام الحج السيد إبراهيم الغرابي، أستاذ محمد إبراهيم الغرابي، أستاذ عبده إبراهيم الغرابي، الحج محمود إبراهيم الغرابي، أستاذ أحمد إبراهيم الغرابي، وكذلك أيضا باسم معالي الدكتور هيثم الغرابي والمعلم هاني أبو حفور معلم سمارة الغرابي، وباسم شيخنا وعالمنا الجليل الموقر الذي دائما وأبدا نسعد بحديثه في مثل هذه اللقاءات. فقد أتينا مشاركين العزاء لفضيلته الليلة فضيلة الشيخ إمام أمين إمام، ومشاركة للحج رمضان الغرابي، الحج شحاتة الغرابي، ومشاركين الحج فؤاد عبد الصمد، أستاذ السيد عبد الصمد، الحج وائل عبد الصمد، وأبناء راحلنا الحج حسيني قطب سالم، وأبناء راحلنا الحج سلامة قطب سالم، وجميع العائلات والأسر الذي يرتبط نسبهم وقرابتهم بآل الغرابي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من شرفنا بالعزاء. تقبل الله عزاء الجميع. إخوتنا إخوة الإيمان، أهل القرآن دائما في فضل وفي عطاء، والحق سبحانه وتعالى